السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنعمل النهارده وصفه سهله جدا وبسيطه ومش تاخد مننا وقت. طبعا كلنا بنحب نعملها جنب السندوتشات، وبنجيبها كمان نشتريها بره مع السندوتشات اللي هي بتبقى الاوردر لما بنجيب شاورما او كده. لا، هنعملها في البيت وبتبقى عينات، وتبقى كمان علبه بقى وصلت ل 10 جنيه، تبقى حاجات بسيطه جدا. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش تاخد اي وقت ولا تكلفه. كل حاجه موجوده عندك في مطبخك. وكمان هنعمل منها السبايسي والعادي. انا معايا هنا بوله، معايا كوبايه كده الا ربع ميه عاديه، تمام. وهاخد معلقتين من النشا وهدوبهم كويس جدا في البوله دي. وبعد كده هروح على النار، معايا طاسه او كزرولة، اي حاجه هتعملي فيها. هاخد الخليط ده وهحطه في الطاسه. انا هعمل هنا في الجريل ده، تمام. هاخدها بقى على النار وهفضل اقلب فيها باستمرار لغايه ما الخليط بتاعي دوت يعمل يتقل شويه كده معايا. طبعا ما ينفعش اسيبها خالص، لازم افضل اقلب فيها، مش تاخد معايا وقت. اتمنى لو انتي لسه معايا لغايه دلوقتي، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس للكل عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. وتشوفي وصفات حلوه جدا في القناه، هتلاقي وصفات تعجبك. ولو عايزه اي حاجه ان شاء الله نعملها مع بعض. معاكي سولا وقناتي منوعات سولا، اتمنى تعجبكم ان شاء الله. انا هنا كده بقلب الخليط، بدأ يتقل معايا. لازم افضل اقلب فيه علشان ما يكلكعش مني. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلاص كده الخليط بتاعي بقى جاهز. هاخده بقى اسيبه لما يبرد خالص، وبعد كده هنروح هنشوف هنعمل التوميه بتاعتنا ازاي. سهله جدا وبسيطه، معلقتين نشا وكوبايه الا ربع ميه، ومش محتاجين اي حاجه تاني غير حاجات بسيطه هتلاقيها جوه في تلاجتك برضو. تمام كده، تمام. شفتوا القوام عامل ازاي؟ بصي بقى يا ستي، انا معايا هنا عصير ليمون، ومعايا توم باودر، ومعايا معايا ملح، تمام. هحطه على، انا ما رضيتش احط توم العادي بتاعنا، او عندي مفرز، او ممكن ادق توم او كده. لا، انا مش عايزه اكتر. توم باودر وشويه بصل باودر صغيرين وملح، تمام. ومعايا معلقتين من مايونيز وعصير ليمونتين. واحط كمان زيت على قد بقى المقدار اللي انت هتعمليه. انا خدت هنا المعيار ده، حطيت منه على قده زيت، وده بيبقى تمن تقريبا يعني مش الربع. وكمان زيه لبن. هضرب كل المكونات زي اللي هي وصلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، تمام. سهل جدا لغايه دلوقتي. بصي بقى كمان هنعمل ايه. هنجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه على النار، النشا اللي عملناها. طبعا بردت معانا، حتى لو دافيه مش مشكله، بس ما تكونش سخنه. اول ما تعمليها تروحي عاملاها، لا، لازم تسيبيها لما تهدى شويه. هاخدها بقى في الكبه او الهاند بلندر عندك او الخلاط، هتضربيها كويس جدا في الكب كده. خلاص التوميه بتاعتنا بقت جاهزه. شفتوا؟ اسهل من كده مفيش حاجه اسهل من كده. لو لقيتيها بقى تقيله معاكي وعايزه قوامها يبقى اخف شويه، بتزوديها شويه لبن وخلاص كده. لو عندك حتى ممكن زبادي، ممكن تحطي زبادي. ادي التوميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين وصلت بقت بالمرحله دي كده، حلوه جدا. انا بقى لو لقيتها تقلت ان هي تتقل كمان لما بتسيبيها في التلاجة، ممكن بشويه لبن او زبادي اخففها تبقى تمام كده. هسيب بقى شويه دول، هحط عليهم شويه شطه ناشفه، تمام، عشان تبقى معايا اللي هي التوميه السبايسي. يبقى عملتي توميه سبايسي، توميه عاديه سهله جدا، ما خدتش مننا وقت ولا خد مننا اي تكلفه ولا اي حاجه. هضربهم كمان برضو دول في الكبة، ويبقى كده معايا التومية السبايسي والتومية العادية. شفتوا؟ سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. بنشتريها لما بنبعت نجيب سندوتشات من بره، بنلاقيها العلبة صغننة جدا، بتبقى ب5 وب10 جنيه. أتمنى طبعا تكون عجبتكم وانتي عاملاها بإيديك وحاجة نضيفة على إيدك. أتمنى بقى لو الفيديو عجبك تعملي لايك حلو وتعليق حلو منك، وعايزة أعرف بتعمليها بنفس طريقتي ولا لأ. ولما بتعمليهاش تجربيها بنفس الطريقة، وما تجيبيش تاني حاجة من بره. احنا مش ناقصين، كفاية الغلاء اللي احنا فيه. حاجة سهلة وبسيطة ومش هتكلفنا أي حاجة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى ما اكونش ضيفه تقيله عليكم، واشوفكم في حفظ الله وفي رعايه الله. مع الف سلامه. باي باي.